هي الناس اللي بتقارن الهلال السعودي بالاهلي المصري، انتوا ازاي كده؟ عزيزي الزملكاوي حبيب قلبي واخويا، ما تقارنش الاهلي المصري والهلال السعودي وتحطهم في كفه واحده وتقول بص بقى ان اللي فعلا شرف القاره بتاعته والبلد بتاعته وصلوا دور الثمانيه، وانتوا عشان وصلتوا وخدتوا رابع عشان بس اتعادلتوا مع بورتو في ماتش 4-4 قلتوا احنا جبنا 4 تجوان في فرقه اوروبيه. بص، حقهم يفرحوا بالاداء اللي عملوه، هم كانوا يقدروا يصعدوا، هي فرقت معاهم في تفاصيل صغيره جدا. ضربه جزاء زي بتاعه تريزيجيه، فرص الضايعه في ماتش انتر ميامي، الاهلي كان يقدر في الماتش ده يكسب ويصعد، ولو كان صعد كان ممكن يقدر يعمل زي ما الهلال عمل ويحقق فعلا مفاجاه ويصعد لدور الثمانيه. الهلال السعودي ما تقارنوش بالاهلي المصري، ليه؟ لان من حيث النفقات الهلال السعودي القيمه السوقيه بتاعه اللعيبه بتاعته، القيمه التسويقيه 160 مليون يورو. الاهلي المصري القيمه التسويقيه بتاعت اللعيبه بتاعته 49 مليون يورو، ما فيش وجه مقارنه. وهنا عايزك تفرق لي ما بين القيمه التسويقيه وبين الراتب. لاعب هو قيمته التسويقيه كده، بس هو مثلا اقصى حد في الاهلي بياخد 2 3 مليون دولار تمام في السنه العقد بتاعه. الهلال السعودي هتلاقي لعيبه بتاخد 30 و40 مليون دولار في السنه. الهلال السعودي عنده 8 9 محترفين اوروبيين على اعلى مستوى. يمكن المحترف الوحيد الافريقي عندهم هم اتنين، كولوبالي وده من اعظم مدافعين القاره، اللاعب كان بيلعب في نابولي الايطالي وكان احسن مدافع في ايطاليا. وعندك ياسين بونو احسن حارس داخل قاره افريقيا ومن احسن حراس العالم، حرفيا بيتصنف احسن حراس العالم بالنسبه لي. فما تقارنش الاهلي المصري بالهلال السعودي. الهلال السعودي بقى تعالى نتعرف على بعض اللعيبه كده. الهلال السعودي عنده لاعب زي روبن نيفيز، اللاعب ده القيمه التسويقيه بتاعته 28 مليون يورو. عنده لاعب زي متروفيتش، وبالمناسبه متروفيتش ده اهم واحد في المنظومه الهجوميه بتاعه الهلال السعودي. اللاعب ده مصاب وما لعبش البطوله، اللاعب ده قيمته التسويقيه 25 مليون يورو. عندك لاعب زي مالكوم، قيمته التسويقيه اللاعب البرازيلي طبعا الكبير قوي 25 مليون يورو. عندك لاعب زي ليوناردو، القيمه التسويقيه بتاعته 20 مليون يورو. عندك بقى فوق كل ده معاهم مدرب عالمي، مدرب يا دوب لسه كان من كام شهر بيدرب الانتر، وصل بيهم نهائي دوري ابطال اوروبا، قدر يخرج برشلونه ويخرج ليفربول. مدرب عالمي، مدرب بس بياخد مرتب في السنه 26 مليون يورو، رقم كبير جدا جدا. يعني المدرب لوحده بياخد قد نص قيمه لعيبه الاهلي التسويقيه. تخيل معايا مدرب عندنا هنا لو خد مليون ولا 2 مليون ولا 3 مليون دولار في السنه بنقول ده مدرب غالي جدا. بس انت بتقارن بقى قاره فلوسها زي رز ما بتخلص، خصوصا في السعوديه دلوقتي والمشروع اللي الهلال عامله والمستشار تركي والكلام ده كله، وبين نادي داخل قاره افريقيا يوم ما صرف مليار الدنيا قامت وما قعدتش وقعد